بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه ليوم الدين. مقتطفات من مساوئ الرياضة المصرية. معاتيه الرياضة المصرية: قنوات وبرامج مفتوحة ودعم كبير لكل واحد يهاجم الأهلي. ما يطلع كان عضو مجلس إدارة، وللأسف كان عضو مجلس إدارة في الزمالك، وكان من ضمن جهاز الفني منتخب مصر فترات سابقة، فترات كبيرة مش قليلة. يكون واحد كان ماسك منتخب مصر وبهذا الحقد البغيض وهذا الكره للنادي الأهلي، في ايه؟ يقولك الأهلي بيشتري لعيبة بمليارات. الأهلي ترتيبه التالت في شراء اللاعبين هذا الموسم، صفقات زمالك ثم بيراميدز ثم الأهلي. ويكلموا يقولك الأهلي واخد اللعيبة من الزمالك. التاريخ كله لو جيت تبحث التاريخ كله هتلاقي أكتر لعيبة انتقلت من الأهلي للزمالك. هي أكتر لعيبة انتقلت من الأهلي للزمالك أكتر منها العكس، يعني يعني أقل من اللي انتقلوا من الزمالك للأهلي. ويكفي إن جمال عبد الحميد هو من ساهم بشكل كبير في فوز الزمالك بأول بطولة أفريقية في حياتهم سنة 1984. جمال عبد الحميد اللي هو عمال يهجر ذاته على الشاشات يقولك الأهلي بياخد اللعيب. طب ما انت روحت بعد ما الأهلي من سوء أخلاقك السيئة مشاك وهم ضموك، مش انت أول لاعب سيء أخلاقه سيئة يضموه، في كتير ضموه. الأهلي يمشيهم أو يطردهم ياخدوهم. الأهلي كان يمشيهم سوء الأخلاق، هما كانوا يحتضنوه. وبطولة أفريقيا في 1984 دي الزمالك على ما أعتقد ما كانش بطل للدوري، كان بيمثل مكان النادي الأهلي، لأن الأهلي بعد بطولة 82 حصل مشاكل بينه وبين الكاف و... والأهلي يعني مرضاش يلعب ويكمل في البطولات الأفريقية، فالزمالك دخل ينوب عنه وفاز. يعني كان بديه دوبلير للأهلي، دوبلير يعني مش كانش بطل دوري. وللأسف قناة مفتوحة لكل من هب ودب، اللي بيفهم واللي مبيفهمش. وأحلى حاجة إنه أغلبهم سليط اللسان. اللي احنا بنشوفه ده مقتطفات من مساوئ الرياضة المصرية.